على قد ايه احمد عدوية كان في الفترة دي مثال للزحمة والدوشة وغياب الحضارة في مجتمعنا. وخلي بالك 3/4 مخرجين الثمانينات كانوا بيرموا على احمد عدوية في الفترة دي انه مثال للدوشة والزحمة وفساد الذوق العام. الاغرب من كده بقى يا شقيق ان احمد عدوية دلوقتي بالنسبة لنا ده تاريخ وظاهرة شعبية كلنا بنحبها، وبالنسبة لنا هو من التراث الشعبي. فهنا لازم اطرح سؤال عليا وعليك وعلى المجتمع ذات نفسه: هل ممكن بعد سنين كتيرة حمو بيكا وعصام صاصة ويجز والبعبع وبقية الشباب الهاتف يكونوا زي أحمد عدوية جزء من تراثنا الشعبي، ويبقى في منهم حد ملك الأغنية الشعبية كده؟ مش متخيلها الصراحة، بس مين كان يتخيل إن عدوية هيكون في يوم من الأيام ليجاسي الأغنية الشعبية؟ عدوية ذات نفسه ما كانش يتخيل ده. عموما يا شقيق، على رأي الأستاذ فرجاني، الحضارة في أيامها الأخيرة. المهم بعد حصة أسطورة الزمان تتحدث عن نفسها اللي أنا اديتها لك دي، أستاذ فرجاني بيجيله استدعاء من حضرة الناظر عشان يطلع الرحلة المدرسية مع الطلبة. ليه؟ عشان المدرس المسؤول عن الرحلة مراته بتولد ولازم يكون جنبها، فهنا في مستقبل جاي محتاج رعاية معينة من الأب والأم، والأستاذ فرجاني هيكون معاه مستقبل مصر متجسدين في 24 طالب ولد وبنت كتاكيت خضر. طبعا أستاذ فرجاني بيطلع الرحلة وياخد عهد على نفسه إنه يعيش الطلبة دي أحلى 3 أيام في حياتهم، يخليهم سعداء. لكن طبعا أستاذ فرجاني شخص بيتحلى بالأخلاق الحميدة والمثل العليا. لما بينزل قاهرة أحمد عدوية بيتخانق مع واحد في السكة، ولما بيشوف طريقة المرور في الشوارع وطريقة الناس في القاهرة وتعاملهم مع بعض بيكون ده رد فعله. الحضارة في أيامها الأخيرة. الأستاذ فرجاني أول ما بيروح اللوكاندا اللي المدرسة حاجزة فيها للأولاد بيتفاجئ إن اللوكاندا حاجزة أوضتين بس، أوضة للبنات وأوضة للولاد، وكل أوضة فيها 4 سراير وكل سرير ينام عليه 4. لكن طبعا الأستاذ فرجاني هنا بيتمسك بحقه وحقوق التلاميذ، وبالذات حقهم الآدمي والإنساني، إن كل طالب لازم ينام على سرير لوحده، ولو ما حصلش كده هيبلغ الشرطة. لكن يوسف موظف الاستقبال في اللوكاندا بيقول له: حاضر يا أستاذ فرجاني، على الساعة 6 كل حاجة هتكون جاهزة. أستاذ فرجاني بيبدأ برنامج الرحلة على ما الغرف تجهز، وياخد الأولاد ويروحوا جنينة الحيوانات، وهناك بتضيع من أستاذ فرجاني نسمة الطفلة رقم 5 في طابور أستاذ فرجاني. وهنا بنشوف الاستغاثة الكبرى من المؤلف والمخرج